كاينين بعض البلايص الناس ما كيخافوش منها حيت مهجورة، كيخافوا منها حيت كتعرف عليك أكثر من ما كتعرف على راسك. في الدار البيضاء كاينه عمارة قديمة مخبية بين الزناقي، الناس سماوها دار السكات، ماشي حيت فيها الجن ولا شي قاتل، ولكن حيت أي واحد دخل ليها كيخرج متبدل، والبعض ما كيخرجش كامل. طارق شاب عنده قناة صغيرة في اليوتيوب، كان معروف كيدور يصور الأماكن المنسية وديما كيسخر من قصص الرعب، وكان كيقول أي حاجة مرعبة عندها تفسير، ولكن هاد ليلة حتى التفسير خاف. وصل طارق للعمارة مع الغروب، والزنقة كانت خاوية بطريقة غريبة، لا ناس لا صوت، حتى الكلاب اللي ديما كينبحوا في الحي كانوا ساكتين. شد الكاميرا ودخل، الغبرة مالية البلاصة وريحة الرطوبة خانقة، والحيطان مخربشين بكلمات ما مفهوماش، ولكن كل ما كيطلع طابق كيحس بحال إلا العمارة كتراقبه. في الأول ظن غير خوف عادي، ولكن من بعد بدا كيسمع خطوات، وكل مرة كيوقف الصوت كيوقف معاه. طلع للطابق الرابع، وهناك كل شيء تبدل. لقى باب قديم محلول شوية، دفعوه ببطء ولقى غرفة نقية بشكل مخيف، لا غبرة لا وسخ، غير كرسي خشبي قدام مراية طويلة. طارق ضحك باش يخبي التوتر ديالو وقال أكيد شي واحد كيدير مقلب للناس هنا. قرب للمراية وشاف وجهه، ولكن الانعكاس ما تحركش. طارق تنفس بسرعة، أما الصورة اللي في المراية بقات جامدة كتخسر فيه مباشرة، ومن بعد بدات كتبتسم ابتسامة باردة ماشي ديال الإنسان. رجع طارق اللور بخوف، وفي ذاك اللحظة الباب تسد بقوة، والضوء ديال الكاميرا بدا كيضوي ويطفي، والهواء ولا بارد بشكل مخيف، ومن داخل المراية خرج هو، نفس الوجه ونفس اللبسة، ولكن العينين سود كاملين. قال ليه بصوت هادئ دابا وصل دورك. طارق بدا كيضرب في الباب ويغوت، لكن الصوت ديالو ما كانش كيخرج، بحال إلا العمارة بالعاد حتى من نفس ديالو. وفجأة الكاميرا بدات كتقلب صور بوحدها، صور قديمة بزاف ديال ناس خايفين، وكل صورة خلفهم نفس الكائن واقف بنفس الابتسامة ونفس العينين السود. وواحد الصورة كان التاريخ ديالها 1968، يعني هادشي كيتعاود من سنين. ومن برا الغرفة بداو كيتسمعوا خطوات كتيرة طالعة للدروج، ماشي ديال شخص واحد، ديال مجموعة كاملة. طارق من الخوف شد الكرسي وضرب المراية، تكسرات، ولكن الصدمة الحقيقية أن كل قطعة فيها وجه مختلف، ناس ما كيعرفهمش وكلهم كيغوتوا بصمت، أما النسخة السوداء ديالو اختفت. بصعوبة قدر يهرب من العمارة، جا عند صحابه مرعوب، ولكن أول ما شافوه سكتوا. واحد منهم قرب ليه وقال طارق مال عينيك. جرى للمراية ولقى عينيه ولات سوداء بالكامل. ومن تاك النهار القناة ديالو تسدات، ولكن كاين فيديو واحد مازال موجود في الانترنت، آخر فيديو صوره، والغريب أن أي واحد كيشوف الفيديو حتى الآخر كيسمع في الثانية الأخيرة. مازال بلاصتك واجدة. وإذا عجبتك القصة دير لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وانتظروا الجديد.